قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طب هو عارف منين كل التفاصيل دي؟ معرفش يا علاء، معرفش. انا اتفاجئت وهو بيقول لي الكلام ده. تمام، واضح انه ما يعرفش ان رأفت هو اللي كان معاه، علشان كده سألك مين اللي كان معاه. انا مش عارفه احكي له على اللي حصل ولا اسم، بجد ما بقتش عارفه انا هعمل ايه. طيب اهدي بس وخلينا نفكر. عاكف مهما كان مش شخص مؤذي، هو مختلف عن الزبالة اللي اسمه مصطفى، بس انا خايفه. انا مش قادره اعرف رد فعله هيبقى عامل ازاي لو قلتله، علشان كده قلتلك من الاول خليني اعترف على نفسي بدل التوتر اللي احنا عايشين فيه ده. علاء، انا مش عايزه اسمع منك الكلمه دي تاني. انا مش هسمح لك ان انت تضيع نفسك. انا ضحيت بقلبي علشان احميه. طول ما انا عايشه مفيش مخلوق هيلمس شعره مني، انت فاهم؟ علاء نزل دمعة من عينيه وقال لها بزعل: بيتهيالي لو كنا اخوات ومن نفس الدم ما كناش هنحب بعض ونخاف على بعض للدرجة دي، ولا كنا هنبقى قريبين زي ما احنا قريبين دلوقتي. انت اخويا اللي ماليش غيره في الدنيا دي، حتى لو ما جمعناش الدم فكفاية ان جمعنا القلب. عندي الهام وهي متعصبة. انا لعبت معاك في كل حاجة انت عايزها، ولما سامو وكامل كشفوا اللعبة اللي احنا عملناها وعرفوا بعلاقتنا وافقتك وقتها ان احنا نخلص منه، وخلينا كمال يشك فيهم ويقتلهم. لكن هتيجي لحد ابني مش هلعب معاك، وممكن في ثانية اقلب الترابيزة على دماغ لو ابني حصل له اي حاجة. هو مش ابنك ده اللي متبري منك وما بيطيقش حتى يبص في وشك؟ ايه عرق الامومة اللي نقح عليكي ده؟ وبعدين ما هو عندك جوه اهو ما فيهوش اي حاجة، وايه يعني ياخد له بوكسين؟ فوقي كده وبلاش تقولي كلام اكبر مني. مراد مش هيسيب عاكف في حاله غير لما ياخد مصطفى. لا ما تخافيش، مراد مش هيقدر يعمل اكتر من اللي عمل، واضمن منين ان هو ما يقربش من ابني تاني. مراد بني ادم مجنون وانت عارف. اطمني، لان هو وقع مع اللي اجن منه. وبعدين جمال قال ان مفيش حد منهم هيخرج من الفيلا نهائي لحد ما يخلص الحوار ده، يعني هيفضلوا هنا جنبي. طيب انت ليه ما خليتش مصطفى يطلق حياة ويرجع نرميه ونخلص بقى من الحدودة دي؟ كده هخليه يطلق، بس مش دلوقتي. دلوقتي انا محتاجة ان هي تكون مرات. مش فاهم؟ مش لازم تفهمي كل حاجة يا إلهام. المطلوب منك دلوقتي تعمليه تروحي تقعدي جنب ابنك وما تفكريش في حاجة تانية. ماشي تمام. تاخدي الأكل اللي انتي جايباه معاكي ده وتمشوا من هنا وما اشوفش وشكوا تاني. والله بقى لو عايزنا نمشي يبقى نمشي 3 مش 2 بس. اسمعي بقى يا هناء، انا عايز حياة وتنسي خالص ان هي تمشي من هنا، لانها خلاص بقت في ايدي ومحدش منكم هياخدها مني، فاهمين؟ افتكر ان عاكف لما يعرف ان انت قتلت مرات لما حاولت تعددي عليها ساعتها هيخلص عليه، وانا برضه هاخد اختي ونمشي. طيب بصي بقى يا حلو، عاكف عندك راية مرمي في الأوضة، لو حابة تقولي على حاجة اطلعي قوليها وانا مش همنعك، بس ما تنسيش تقولي له بالمرة انك انتي اللي ساعدتيها نوديها البيت الشمال علشان تتقفش هناك ويتعرف ان هي اللي كانت خاينة. انت عارف كويس ان انت اللي اجبرتني اعمل كده انت ونرمين، لانكم كنتوا عايزين تلبسوها لي، ولو ما كنتش ساعدتكوا كنت انا اللي هتحبس مكانكم. خدي القتل اللي انتي جايباه معاكي ده وتختفوا من وشي، ومش عايزة اشوفكوا مرة تانية. خير يا جمال، بعتلي ليه؟ انتي دلوقتي قاعدة انتي وابنك تحت سقف واحد زي ما كنتي بتطلبي دايما. ده حصل طبعا بفضل وانا بشكرك جدا. لا انا مش عايزك تشكرين، انا عايزك تقوليلي كان قصدك ايه لما قلتيلي ولادك لسه عايشين وانا صدقت كلام. انا كنت بقولك كده بس علشان تخليني اقرب من عاك. للاسف يا جمال انت ولادك ماتوا، مفيش حاجة هتغير الحقيقة دي. هديكي فرصة أخير تقوليلي إنك تعرفي، علشان لو أنا اللي عرفت إنك كنت مخبية عليا حاجة حسابك معايا هيبقى كبير أوي. صدقني يا جمال انت ولادك ماتوا فعلا. انت عايز دليل ايه أكتر من إنك انت اللي دفنتهم بإيديك؟ ده مش دليل. بصي يا إلهام، أنا هديكي فرصة إنك تيجي وتحكيلي على كل حاجة وساعتها بس هسامحك. العرض ده مش هيدوم معاكي غير 2 بس. لو ما جيتيش اتكلمت انا هتأكد من الموضوع ده بطريقة، ولو اتأكدت ان ليكي يد في اللي حصل لعيلتي من قريب او من بعيد مش محتاجة طبعا اعرفك انا ممكن اعمل فيكي ايه. يا جمال ارجوك صدق، انا معرفش حاجة وما فيش اي حاجة اصلا. اللي انت بتفكر فيه ده شيء مستحيل. انت ولادك ماتوا
تقدري تتفضلي تخرجي، وما تنسيش فكري كويس في كلام، لأن دي فرصتك الأخير. أنا بحب خلاص تعبت وما بقتش قادر أخبي جوايا أكتر من كده. عاكف لو سمحت سيبنا أخرج، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. أنا دلوقتي واحدة متجوزة، انت ليه مصرة انك توجعيني مع اني عارف ومتأكد انك بتغرسي نفس السكينة جواك؟ خلاص ما بقتش قادر استحمل اشوفك قريبة منه. حياة بوجع. مصطفى جوزي عاكف، وانت لازم تفهم ده. عاكف بانفعال: خلاص كفاية بقى، انا مش عايزة اسمع الكلمة دي تاني. ورجع حط وشه ما بين ايديه بحب. انت ليه مش قادرة تفهمي ان انا مش بس بحب، انا بعشق. حاسس ان انا اول مرة احب بالشكل ده، لدرجة ان عايزة اكدب كل حاجة عيني بتشوف. تصرفاتكم اللي كانت بتوجعني كل ما اشوفه قريب مني، واصدق قلبي اللي بقى بيدق جواي. علشان حاولت انساك وحاولت اخرجك من قلبي، لكن معرفتش، لان برغم كل ده انا لسه بحب. حياة وعينيها مليانة دموع، وانت اول واحد لمس قلبي وعرفت معايا يعني ايه كلمة بحب، يعني ايه احساس يكبر جواك كل ثانية تعدي من عمرك. انت كنت حلم جميل كان نفسي اعيشه. يا ريت كان ينفع اطير واهرب من الحياة وكل وجع واستخبى في حضن واقولك ان انا بحب. عاكف مشاعره زادت اكتر ليه وقرب منها اكتر، بس حياة حاولت تسيطر على مشاعرها ورجعت خطوتين لورا. عاكف ارجوك بلاش. عاكف سحبها على حضنه بحب. قلتلك ما تخافيش مني، لاني عمري ما هفكر ان اعمل حاجة تأذيك. انا بس كان وحشني حضن. لو قلتلك ان حضنك ده وحشني من اول لحظة عيني جت فيها عليك، واني كان نفسي اخدك في حضني. حياة مسكت فيه اكتر، بس انا خايفة مصطفى مش هيسمح لنا اننا نعيش مع بعض، وخايفة اكتر ان هو يفكر يأذيك. عاكف بعد عنها شوية وابتسم. خلاص بقى، مفيش خوف من اللحظة دي، انتي دلوقتي في حضني ومش هسمح لأي حد انه ياخدك مني مرة تانية. اطمني انا جنبك. عايزك تتأكدي ان طول ما انا جنبك مفيش حد هيقدر يقرب مني. يا ريتني كنت بخاف على نفسي بس، انا عمري ما فكرت في نفسي علشان اخاف عليها. انا خايفة عليك وعلى علاء وعلى هناء. مصطفى علشان يوصلي مستعد يأذي اي حد فيكم. انتي بس احكيلي على كل حاجة حصل وسيبي الباقي عليا، ولو خايفة على علاء وهناء فانا برضو هحميهم، ما تخافيش. حياة حضنته وقالت: رغم كل اللي حصل معايا وكل الخوف اللي كنت ببقى حاسة بيه أول ما يتقفل عليا أنا وهو باب أوضة واحدة، إلا إن أنا كنت ببقى مطمنة، لأن أنت كنت بتبقى جنبي. لما طلبت منك إنك ما تسافرش وتخليك هنا كان علشان ما يروحش مني الأمان ده. كنت مطمنة بيه وأنا عارفة إنك بعيد عني. أنا عمري ما كنت بعيد عني، كنت دايما قريب مني. عاكف بعدها عنه وبص في عينيها وقال لها: هو لمسك؟ انت قول. تفتكر انا هسمح ان هو يلمسني؟ انا واثق فيك، بس انا خايف لا يكون قرب لك غصب عني. لو عملها انا مش هخليه يعيش ثانية واحدة. مصطفى حاول معايا كتير، بس في كل مرة ربنا كان بيحميني منه. اطمن انت. لما شفتك اول مرة في الحفل لمعة عينيكي في الليلة دي ما نسيتهاش ولا لحظة، واصرارك انك حد محترم وكويس ونضيف شدوني ليك. حسيت لأول مرة اني قابلت حد نضيف، بس انت وقتها كنت مصر انك تشكك في اخلاقي ليه. خيانة امي وبعدها خيانة مراتي خلوني مش قادر اشوف اي ست محترم. ولما ظهرت انت في حياتي للأسف ظهرت في الشكل اللي انا متعود عليه، بس شجاعتك في كل مرة كنت بتحاولي تثبتي فيها نفسي. حسيت في اللحظة دي ان انت العلاج اللي هيشفيني من شكوكي وخوفي من دخول اي علاقة، وانك انت هترجعي ليا الثقة اللي راحت مني. ارجوكي سامحيني على كل مرة جرحتك فيها. احنا الاتنين وجعنا بعض بما يكفي، بس كنا مجبورين على ده. ما كانش برضانا الوجع اتفرض علينا، احنا ما اخترناش. علشان كده مفيش مكان للصلح ما بين. عاكف ابتسم. قصدك ان احنا الاتنين متعادلين دلوقتي؟ نفسي اعيش معاك في الحلم ده ما اصحاش منه ابدا يا عاكف. ما تخافيش، الحلم هيبقى حقيقة وهنفضل على طول مع بعض، مش هنبعد تاني. ودلوقتي احكيلي مصطفى اتجوزك ازاي؟ حياة حكت له على اللي حصل في الشقة ليلة ما راح لهم مصطفى ورفع عليهم السلاح وهدده. عاكف بصدمة. يعني علاء قتل رأفت؟ علاء ما كانش قصده ان هو يقتله، هو كان بيدافع عن نفسه وعني، والطلقة طلعت بالغلط من المسدس وجت في رأفت. ومصطفى قال لي لو رفضتي تتجوزين علاء هيدخل السجن
وهنا كمان هتتسجن. انا ما كانش قدامي حل تاني غير ان انا وافق على الجواز، بس كان في بيني وبينه اتفاق ان هو مش هيلمسني مهما حصل. طيب هو ازاي وافق على الاتفاق ده؟ مصطفى كان بيعمل كل حاجة علشان يقرب مني. مصطفى قال لي ان هو عارف ان في مشاعر ما بيني وما بينه، وجوازي منه هيوجعك ويوجعني، بس انا مش قادرة افهم هو ليه بيكره، وكان بيتعمد يقرب مني علشان يجرح. ليه مصطفى يعمل فيا كده؟ انا كنت لي اخ وصاحب، ليه فكر ان هو يأذيني بالشكل ده؟ انا معرفش، بس هو رجع في اتفاقه معايا وحاول كذا مرة ان هو يقرب مني، بس انا كنت بمنعه. انا ما بقتش قادرة استحمل، بقيت بخاف وبترعب منه، حاسة ان انا مش هعرف اخرج من دوامته. هنخرج من كل اللي احنا فيه، وهعيش معاك انتي وبنتي اللي باقي من عمري، ومش هسمح لأي حد ان هو يهد حلمنا طول ما انا فيا نفس. حياة حضنته وقالت عايزة كل ده يخلص بقى، وكل اللي بيحصل ده يختفي، ما يكونش ليه وجود، واكون بس معاه. مصطفى بصوت عالي: حياة انزلي تحت عايزة. عاكف بعصبية: انا هنزل اخلص عليه. حياة وقفته وقالت: ارجوكي عاكف اهدى، وحاول تتحكم في اعصابك لحد ما نشوف احنا هنتصرف ازاي. ارجوك انا مش عايزة اخسر اخواتي. تمام خلاص ايه، انا مش هعمل اي حاجة تضره، بس انا غصب عني مش قادر استحمل البني ادم ده حتى ان هو ينطق اسم. حياة لمست خده بحب، وانا واثقة انك مش هتخلي الحال ده يطول اكتر من كده. اوعدك اني هحل كل ده في وقت قصير جدا، وهحاسبه على كل مرة ضايقك فيها. يلا انا همشي دلوقتي، خلي بالك من نفسك وخدي العلاج. وسابته وطلعت تجري علشان تشوف المتخلف اللي اسمه مصطفى عايز ايه. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.